بكبس الكبسة بنفخ حواليه بالون وبحميه من الوقعة، بقوم هو فرحان انه ما صار في اشي، بيجي كيس بالسيارة بدعسه وبموته. كيس بفكر انه هيك يخلص على جاي، ويلاقي انه عدد اللاعبين في اللعبة بعدهم مثل ما هم، المفروض انهم ينقصوا واحد، وكيس بكون مش مبسوط بشغله في الشركة بسبب صاحبها انطوان. وبنكتشف انه كيس وصاحبته ميلي بالاساس هم اصحاب اكواد اللعبة، وكان بالاصل اسم اللعبة لايف اتسيلف، وانطوان بيسرق منهم فكرة اللعبة وبنسبها له وبسميها فري سيتي، وكيس بيصير هو اللي شغال عند انطوان مع انه هو اصلا صاحب فكرة اللعبة. وكيس مستسلم للامر الواقع، لكن ميلي مصرة انها تنتقم وتستعيد من انطوان لعبتهم الاصلية، وانه عندها الدليل اللي يفضحه. وبنروح لجاي وبصحى بيوم جديد كالمعتاد، لكنه بكون متذكر كل اشي صار معه. بنفس الوقت بتكون ميلي دخلت اللعبة وراحت على الموقع اللي في الخريطة اللي اعطاه اياها الشخص الغريب اللي قتلته اول الفيلم، وبتكون بتراقب بمبنى سري في اللعبة اللي موجود فيه الدليل على انه انطوان سارق منهم اللعبة. وفجأة بيظهر جاي جنبها، بتفتحه على الارض وبتثبته، بتحكي له انت مين. بصير جاي يذكرها بحاله لما سمعها وهي بتغني وسألها عن اسم الاغنية، وانه ظل ملاحقها عشان يتعرف عليها.